أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. الظرف ده فيه كل حاجة عنها يا باشا. الله عليك يا سعيد، انا قلت محدش هيجيب لي البت دي غيرك. حسابك كام؟ خلاص يا باشا الحساب وصل. تسلم لي، وهو ده العشم يا حبيبي. تصدق بالله ان انت ضلالي فعلا. الله، ده احنا نضفنا خالص. وهو ده بقى المحل اللي فتحتيه؟ دي شكلها فرتكة الفلوس كلها. ضغطي. إيه الزحمة دي؟ يا خالد أخر الصبغات تاني، بس متقلقيش أنا أنقذت الموقف. حلو أوي، أروح أنا آخد قهوتي وأرجع على طول. خدي وقتك. انا اسف جدا. إيه مش تبص قدامك؟ تسمحي لي اصلح غلطتي واعزمك على واحدة غيرها؟ بس يا ستي، وعشان كده سموني نوح. وبتشتغل إيه بقى برغيك ده؟ أتوقع إنك في مذيع. الاستيراد والتصدير. في الاول كنت بساعد بابا في الشركة لحد ما فتحت شركتي الخاصة بيا ده انا. أنت شكلك شاطر بقى. طب وانتي بتشتغلي ايه؟ أنا عندي صالون تجميل. ايوه حبيبتي، لقيت الهانم فاتحة لي كوافير ومسمية نفسها جيسي. يا ستي برفانات ايه اللي هجيبها لك دلوقتي؟ انا اصلا سالف تمن التذكرة. طب اقفلي بقى عشان في قصة حب شكلها هتبدأ دلوقتي. يا ستي، مش انا، مش اقفلي. سلام 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 سلام. أنا لازم أمشي بقى دلوقتي لأن اتأخرت عن المحل م- بتاعي جدا. طب انا باجي اخد قهوتي هنا على طول، هشوفك تاني. بس المرة الجاية بقى تبقى تبص قدامك. اوعدك هحاول. أشوفك بكرة. اتفقنا. ايه بقى، هنقضيها سرحان طول الخروجه؟ انا عارف والله ان هي مشكله كبيره ومش سهله. على فكره انا ممكن اساعدك لو تحبي، بس براحتك طبعا. طب ممكن تساعدني إزاي؟ بسيطه جدا، انا عندي عميل عنده براند صبغات. معظم البيوتي سالونز هنا بيتعاملوا معاه. هو بصراحه يمكن اغلى شويه من المورد بتاعك، بس حد ليه اسمه في السوق. وأنا موافقة. كنت عاوزة أقولك إن نوح هيظبط لنا موضوع الصبغات. حلو كده هناخد زباين أكتر. مظبوط، وده معناه إني مش عايزة ولا غلطة، مفهوم؟ مفهوم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا نوح. على ايه بس، مبروك. طب ما كل حاجة كانت ماشية تمام، أمال انتي ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا المصيبة اللي حصلت لي بعد كده. كان لازم أعرف إن أنا حظي كده دايما. بعد ما خدت من نوح الصبغات واستخدمتها على الزباين، شعرهم كله اتحول من على راسهم على الأرض. مش قادرة طبعا أقولك على الفضايح في الجرايد والتلفزيون. وعشان بقى تكمل وحياتي تبقى أجمل وأجمل، نوح جالي على أساس إنه هيخرجني. قلت خلاص، أنا أكيد مش هقعد هنا أكتر من يومين. انا اسف جدا على اللي حصلك بسببي، واتمنى انك تسامحيني. بس مش عشان موضوع الصبغات، عشان كل اللي انت فيه ده بسبب عم نبيل. ايوه، وانا ما اسميش نوح. أنت بتقول إيه؟ من اول يوم شفتك فيه وانا كان في نيتي اني اقلبك في قرشين تلاتة. بس وانا مروح كان في حد بيراقبني لحد ما وصلت باب البيت. كان هو. معرفش وصلك ازاي، بس حكالي على كل اللي انت عملتي فيه، وهددني اني لو معرفتش اجيب له حقه هيبلغ عليا ويحرم امي من ان هي تشوفني تاني. بصراحة ما كانش عندي اي اختيار تاني، بس انت اللي عملتي كده في نفسك لما عملتي حاجة ما كنتش قد عواقبها. يا نهار أبيض، يعني انتي يوم ما تحبي واحد يطلع في الآخر نصاب؟ أنا من صدمتي ما نطقتش. ما أنا حرامية. كنت هعاتبه أقول له إيه؟